قصة ومعنى. الولد اللي باع لعبته عشان أمه. فيه قلوب صغيرة بتشيل وجع كبير، فيه عيون بريئة بتعرف معنى التضحية قبل ما تفهم معنى الدنيا. وده حكاية ولد صغير ما كانش عنده غير لعبته الوحيدة، لكن لما شاف أمه محتاجة ما ترددش إنه يضحي بأغلى حاجة عنده. كان فيه ولد صغير عايش مع أمه في بيت بسيط قديم، لا فيه ذهب ولا فلوس، لكن مليان دفء وحب. كل العالم بالنسبة للولد كان لعبة صغيرة، دبدوب قديم متقطع شوية من الزمن، لكنه كان بالنسبة له أعز صديق، ينام معاه، يصحى معاه، ويحكي له عن كل حاجة. وفي يوم الدنيا اتقلبت، الأم تعبت فجأة، وشها شاحب، نفسها مقطوع، والولد قاعد جنبها مرتبك. لف على البيت كله يدور على فلوس، درج صغير، كيس قديم، لكن مفيش، والدوا محتاج تمن مش معاهم. الولد قعد جنب السرير ماسك لعبته، عينه مليانة دموع، حس إن الدنيا كلها بتتسحب من تحت رجليه، مش لاقي حاجة يبيعها غير اللعبة. وقف يتأملها، قلبه بيتقطع، دي مش مجرد لعبة، دي حياته. لكن لما افتكر أمه وتعبها خد قراره، القرار الأصعب في عمره الصغير. خرج الولد في عز البرد، ماسك لعبته بين إيديه كأنه بيودعها. كل خطوة في الطريق كانت تقيلة كأنها حجر فوق قلبه. دخل السوق وعيونه بتدور ولسانه مقدرش ينطق، وأخيراً وقف قدام راجل بيبيع لعب، مد إيده وقدم له الدبدوب. الراجل بصله باستغراب وقاله: ده قديم، إيه اللي جايبهولي ده؟ الولد قال: هو أغلى حاجة عندي، بس أمي تعبانة وعايزة دوا. الراجل حط الفلوس في إيده، والولد عينه مغرقة دموع، وهو بيشوف لعبته بتبعد عنه، حس إنه روحه بتتسحب، لكنه جرى بسرعة علشان يشتري الدوا. دخل البيت وهو بيجري، ماسك الدوا كأنه كنز، حط الدوا في إيد أمه ووشه كله ابتسامة مصطنعة. الأم مسكت إيده وقالت: فين لعبتك يا حبيبي؟ الولد حاول يخفي دموعه وقال: كبرت يا أمي، خلاص مش محتاج ألعب. بس الحقيقة قلبه كان بيصرخ. الأم بصت في عيونه، شافت حاجة مخفية ورا الضحكة، مدت إيدها على راسه، حضنته وهي ساكتة، عارفة إنه ضحى بحاجة كبيرة علشانها، لكن قلبها اتقبض لأنها حست إن تعبها حرمه من أبسط فرحة. عدى يومين وفجأة الباب خبط، الولد فتح، لقى راجل غريب واقف، ملامحه طيبة، ماسك اللعبة في إيده. الراجل قال بابتسامة: اللعبة دي ما تستاهلش تتباع، لكن التضحية اللي عملتها تستاهل تترد. إدى الراجل اللعبة للولد، ومعاها ورقة صغيرة مكتوب فيها: اللي يضحي علشان أمه يستاهل الخير كله. الولد مسك لعبته، حضنها كأنه لقاها من جديد، والأم قعدت تبكي بس دموع فرحة مش حزن، حضنته وقالت: انت مش بس ابني، انت بطلي. التضحية مش محتاجة تكون كبيرة، أحياناً بتكون لعبة صغيرة، لكن لما الدافع هو الحب، اللعبة تبقى أغلى من الدنيا كلها. وكده قصتنا خلصت. ما تنسوش تقولولي رأيكم في التعليقات، واشتركوا في القناة واعملوا لايك، وصلوا على النبي، والسلام عليكم.